فيلمنا النهاردة بيحكي عن قصة حقيقية حصلت فعلا، والقصة مؤثرة جدا وهتشدك لآخر لحظة. بيبدأ الفيلم مع بنت جميلة اسمها أشلي، واللي بتكون مدمنة مخدرات موجودة في جلسة تعافي من الإدمان. وبتحكي أشلي للمجموعة إن حياتها اتدمرت بسبب الإدمان، وبتقول إن هي عندها طفلة صغيرة اسمها بيكي، لكنها مش عارفة تعيش معاها بسبب الإدمان، وإن بنتها دلوقتي عايشة مع عمتها واللي اسمها كاميليا، ومن وقت للتاني بتروح تزورهم. والسبب اللي مخليها مش عايشة مع بنتها إن هي مش مؤهلة تربي طفلة، وبسبب بعدها عن بنتها كرهت نفسها جدا وقررت تغير من نفسها. ودلوقتي هي بتحاول تحسن حياتها وتتعافى من الإدمان. ولما بتمشي أشلي من الجلسة بتروح وراها رئيس جلسة التعافي وبتسألها امتى آخر مرة تعاطت فيها مخدرات، فبترتبك شوية وبتقول لها إن هي بقالها شهر، لكن بتلاحظ أشلي إنها مش مصدقاها، فبتعترف لها إن هي بقالها يومين، لكن بتوعدها إنها تسيطر على نفسها وإن دي هتكون آخر مرة. فبتدعمها الرئيسة وبتقول لها إن هي عارفة إن التعافي عملية صعبة، وإنها هتفضل جنبها لحد ما تتعافى تماما. وبتديها كتاب اسمه الغرض من الحياة عشان يساعدها في عملية التعافي ويغير نظرتها للحياة. فبتاخد الكتاب منها وبتشكرها، وأول ما بتمشي بترمي الكتاب في الزبالة، وبتسمع الرئيسة صوت رمي الكتاب في الزبالة وبتعرف إن أشلي رمته. وفي نفس الوقت ده بيكون بيتم ترحيل مجرم خطير جدا اسمه براين للمحكمة، وبيكون براين متهم في قضية اغتصاب، ومتوقع بنسبة كبيرة جدا إن القاضي هيحكم عليه ب15 سنة أو مؤبد. فبتاخده حارسة من المحكمة الأوضة يغير فيها هدومه عشان يجهز للمحاكمة، لكن أول ما الحارسة بتفك الكلبشات بيضربها براين، وكمان بياخد اللاسلكي بتاعها وبيروح يغير هدومه، وبياخد مسدس من مخزن الأسلحة وبيطلع لقاعة المحكمة، وبيقتل القاضي وبيقتل كمان وكيلة النيابة وبيهرب. وطبعا الدنيا بتتقلب بسبب ضرب النار، والناس بتبقى في حالة ذعر. وبيهرب براين من السلم الخلفي للمبنى وبيشوفه حارس، لكن براين بيقتله هو كمان وبيجري من المبنى، وبيروح الجراج وبيسوق عربية وبيهرب من المكان كله. في الوقت ده أشلي بتكون رايحة الشغل، ولما بتوصل بتشوف الأخبار المأساوية اللي حصلت في قاعة المحكمة والثلاث أشخاص اللي ماتوا على إيد المجرم براين، وكمان بتشوف صورته لأن الشرطة بتدور عليه في كل مكان، وبيطلبوا من أي حد يشوف الشخص ده يتصل بيهم فورا. فبتخاف أشلي شوية لأن المجرم ده حر وطليق، لكنها بترجع تكمل شغلها تاني. وبيجي لها مديرها في الشغل وبيديها حاجة وبيقول لها ان في ست سابت له الحاجة دي. ولما بتفتح أشلي بتلاقيه كتاب الغرض من الحياة اللي رئيسة جلسة التعافي سابته لها قبل كده، وبتعرف ان هي اللي جت وسابته لها، فبتقرر المرة دي انها تحتفظ بيه وخلاص. وفي نفس الوقت ده بيوصل المحقق جون للمحكمة عشان يحقق في اللي حصل، وبيدخل المحقق جون وبيعرف من المحققة اللي موجودة هناك كل تفاصيل الجريمة، وبيكون مصدوم وهو بيسمع التفاصيل دي لحد ما بيدخل رئيس قسم الشرطة وبيقول لجون ان البلد كلها مقلوبة بسبب المجرم ده، وبيقول له ان هم لازم يقبضوا على المجرم ده في اسرع وقت، وبيسيبه بعد كده وبيمشي. فبيبدأ جون تحقيقاته وبيطلب من المساعدين يراقبوا كل قرايب براين ويراقبوا اي حد ليه صلة بيه حتى لو من بعيد. في الوقت ده بيقرر براين يركب عربية تانية يهرب بيها، وبيروح يثبت شخص على الطريق بالمسدس وبياخد عربيته يكمل هروب بيها. وبيروح براين بعد كده لبيت حبيبته وام ابنه، لكن ما بيدخلش البيت وبيفضل يشوفهم من بعيد، وبيكون حزين جدا ومش قادر يدخل لحد ما بيسمع صوت عربيات الشرطة فبيبعد من المكان بسرعة. وبيكون جون ومعاه الشرطية كارمن اللي بتساعده في القضية جايين يحققوا مع حبيبة براين، وأول ما بيوصلوا بيلاقوها فرحانة جدا بوصولهم لأنها خايفة ومرعوبة من ساعة ما عرفت خبر هروب براين، وده عشان ما يجيش يزورها ويأذيها هي وابنها. فبيضمن لها جون إنه هيسيب 2 عساكر يحموها لحد ما يقبضوا على براين، وبيبدأ يسأل شوية أسئلة عن زي مثلا الأماكن اللي بيحب يروحها، وبيسأل لو عنده أصحاب مقربين أو أي حاجة ممكن تساعدهم، لكنها بتأكد لهم إن هي ما كانتش تعرف عنه أي حاجة لما دخلت معاه في علاقة، وأول ما عرفت بقضية الاغتصاب خدت ابنها وبعدت عنه فورا لحد ما اتقبض عليه، وعشان كده هي خايفة إنه يأذيها. فبيشكرها جون على وقتها وبيدخل مع العساكر يدوروا على أي حاجة جوه البيت ممكن تساعدهم، وبيكون كل ده براين بيراقبهم من بعيد وبعدها بيهرب. في الوقت ده بتكون أشلي في شغلها وبتلاقي كاميليا جايبة بيكي بنتها وجايين يزوروها شوية، فبتسلم أشلي على بنتها وهي فرحانة جدا، وكاميليا بتديها فلوس عشان عارفة إن هي ظروفها صعبة جدا. وبتتكلم بيكي مع مامتها وبتقول لها إن هي عندها بكرة عرض مهم في المدرسة وعاوزاها تيجي تتفرج عليها، فأشلي بتطمنها إن هي هتاخد أجازة وهتيجي تتفرج عليها، وبتفرح بنتها جدا لما بتعرف كده. في نفس الوقت ده بيعرف براين إن الشرطة عارفة مواصفات العربية اللي هو راكبها وبتدور على العربية دي، وعرفت المعلومات دي عن طريق اللاسلكي اللي أخده من الحارس، وبسبب المعلومات اللي عرفها دي بيقرر طبعا يسرق عربية تانية. فبيجي الليل وبتكون أشلي خلصت شغل ورجعت للبيت، وأثناء ما هي قاعدة لوحدها بتطلع كيس الممنوعات وبتكون حيرانة تتعاطى ولا تمسك نفسها
نفسها، وده لأن هي محتاجة توقف اللي بتعمله ده عشان بنتها على الأقل. وبالفعل بتاخد الكيس عشان تدخل ترميه، لكن في النهاية بتضعف وبتاخد جرعة وبترجع تاني لنقطة الصفر، وبتقعد بعدها حزينة جدا وندمانة على اللي هي عملته، لحد ما بيقطع تفكيرها مكالمة تليفون من كاميليا، وبتكون اتصلت بيها عشان بنتها عاوزة تتكلم معاها شوية، وبتقول لها بيكي ان هي عايزة تزورها وبتتفق معاها تيجي تزورها بكرة بعد عرض المدرسة، وبتفكرها بميعاد العرض. فبتقول لها ان هي مش ناسية ومش هتفوت الفرصة اللي تقربها اكتر من بنتها. في نفس الوقت ده بيجي للمحقق مكالمة من ام براين، وبيروح يرد عليها بسرعة، وبيلاقي ام براين بتقوله ان هي اتصلت بالمحكمة من يومين وحذرتهم ان براين ناوي يهرب، لكن هما مهتموش بكلامها. فبيستغرب جون اصلا ان هي بتبلغ عن ابنها، ودلوقتي بتساعدهم عشان يقبضوا عليه، وبتقوله ان هي عارفة انه ابنها اذى ناس كتير بريئة ولازم يتعاقب، وان هي هتبقى تتواصل معاهم لو ابنها اتصل بيها. في الوقت ده بتطلع اشلي تاخد حاجة من العربية بتاعتها، ولما بتطلع بتلاحظ ان في عربية غريبة بتتحرك حوالين المنطقة لكنها ما بتهتمش. وطبعا براين بيكون هو اللي راكب العربية دي وبيدور على مكان عشان يبات فيه، واثناء ما كانت راجعة لبيتها بتتفاجئ ببراين بيهجم عليها. فبتحاول اشلي تهرب وبتصرخ، لكنه بيقدر يسيطر عليها وبيهددها ان هي لو صرخت تاني هيخلص عليها، وبيسألها مين اللي عايش معاها في البيت. فبتقوله ان مفيش حد عايش معاها وبنتها عايشة في مكان تاني. فبياخدها وبيلف في الشقة عشان يتأكد من كلامها، وبيلاقي ان أوضة الأطفال شكلها جاهز، فبيفتكرها انها كدبت عليه وان الطفلة عايشة هنا. فبتقوله ان هي جهزت الأوضة دي عشان بنتها جاية تزورها بكرة، لكنه ما بيصدقهاش وبيضربها، وبياخدها بعد كده على الحمام وبيربط ايديها وبيسيبها، وبيروح بعد كده يشوف حاجة يشربها في التلاجة. في نفس الوقت ده المحقق جون بيتكلم مع الدكتور النفسي المسؤول عن حالة براين، وبيقوله الدكتور ان براين عنده جنون العظمة، ومقتنع 100% انه ما اغتصبش اي حد، وان هو شخصيا كان بيحاول يقنعه انه هو مذنب، لكن هو مش مصدق اي حد غير نفسه. وفي الوقت ده براين بياخد اشلي وبيغمي عينيها عشان يستحمى. فبتحاول اشلي ان هي تتكلم معاه وبتسأله لو عنده اولاد، فبيقول لها ان هو عنده طفل حديث الولادة لكنه ما كانش يعرف عنه اي حاجة، وبيحكي لها انه ما اغتصبش اي حد وانه بريء تماما من التهمة دي، لان البنت اللي هو متهم باغتصابها بيحبها وعمره ما هيأذيها. وبعد ما بيخلص الحمام بتعرض اشلي عليه انه يلبس من هدوم جوزها، فبيستغرب براين لان جوزها مش موجود. فبتكدب عليه وبتقوله ان جوزها بيشتغل شيفت ليلي وهيجي متأخر، وان هي حبت تحذره قبل ما جوزها يجي. فبيحس ان هي بتكدب عليه وبيقول لها انه هيستنى جوزها لحد ما يجي، وبيطلع يلبس من الهدوم اللي قالت له عليها وبيقعد يتفرج على التلفزيون، وبيسيبها وهي مربوطة في الحمام. في نفس الوقت ده بتروح المحققة كارمين لجون وبتقوله ان هي لقت اللاسلكي بتاع الحارسة مفقود، واكيد انه براين هو اللي اخده. فبيقرر جون يتواصل معاه من خلال اللاسلكي ويحاولوا يحددوا مكانه، وفعلا بيبدأ جون يكلمه باللاسلكي، وبيتخض براين وبيقوم يبص من الشبابيك. فبيتأكد ان الشرطة لسه ما عرفتش مكانه، وبيفضل بعد كده يسمع كلام جون لكنه ما بيردش عليه عشان عارف ان هم هيحددوا مكانه لو رد. لكن بيفضل جون يستفزه لحد ما براين بيتعصب وبيرد عليه. في اللحظة اللي بيرد فيها عليه بتقدر الشرطة تحدد المنطقة اللي هو فيها، لكنها ما بتقدرش تحدد المكان بالظبط. فبيفضل جون يتكلم معاه ويحاول يقنعه يسلم نفسه عشان يشوف ابنه، وبيقوله ان هو لو ما سلمش نفسه موقفه هيبقى صعب ومش هيقدر يشوف ابنه نهائي. فبينهار براين وبيكسر اللاسلكي وبيبدأ يعيط وما بيكونش عارف هيعمل ايه. فبيأمر جون الضباط وكل العساكر يروحوا المنطقة دي ويبدأوا يدوروا على براين بسرعة. اما براين في الوقت ده بيكون زعلان ومتضايق وبيطلب من اشلي تجيب له مخدرات. فبتوافق اشلي وبتروح تجيبها له وبتجهزها له، وبيكون براين قلقان شوية منها في الاول لكنه بيبدأ يتعاطى وبتكون دي اول مرة ليه. وفي خلال دقايق بيبدأ براين يتصرف تصرفات غريبة بسبب المخدرات، وبيخرج من الحمام وبيسيب اشلي مع الاسلحة بتاعته، وبتحاول تاخد مسدسه لكنه بيفضل ينادي عليها وبيقعد يقول كلام غريب جدا. فبتقول له اشلي ان هي عاوزة تخش الحمام وبتحاول تقفل الباب بس بيدخل وبياخد اسلحته الاول، وبيقول لها تفضل تقول الحروف الابجدية طول ما هي قافلة باب الحمام، وده عشان يتأكد ان مفيش حاجة غلط بتحصل جوه. وبيفضل قاعد لها قدام باب الحمام وهي بتحاول تفتح الشباك لكن الشباك بيكون صغير جدا عليها. وفجأة بيحس براين ان في حاجة غلط لان هي بتتأخر في الكلام، فبيفتح عليها الباب بسرعة لكن بتكون اشلي قفلت الشباك ومفيش اي مشكلة. وبيحس انه تعبان بسبب الممنوعات اللي اخدها، وبيفتكر ان اشلي حطت له حاجة في الممنوعات دي وبيحاول يخليها تتعاطى منها هي كمان، لكن لما بيلاقيها بترفض ما بيضغطش عليها وبيسيبها وبيخرج. ولما بتخرج اشلي وراه
وراه بتلاقيه واقع على الأرض بس فايق، وما بتكونش لاقية حاجة تعملها في الوقت ده، فبتروح تقرا كتاب الغرض من الحياة وأمرها لله. ولما بيشوفها بيطلب منها تقرا الكتاب بصوت عالي عشان يسمعها، وبالفعل بتبدأ أشلي تقرا الكتاب ده بصوت عالي لحد ما بيزهق وبيقول لها توقف قراية. وبيروح بعد كده يقعد قدام التلفزيون وبيشوف الأخبار إن الشرطة عرفت مواصفات العربية اللي هو كان راكبها، فبيتصدم وبيقول لأشلي إن هم لازم يتخلصوا من العربية دي بسرعة، وبيقول لها تيجي معاه. فأشلي بتقوله إن هي هتغير هدومها وبتدخل تجيب التليفون بتاعها وبتنزل معاه، وبيخليها براين تسوق عربيتها وهو هيمشي وراها بالعربية المسروقة عشان لما يخلص من العربية المسروقة يرجع في عربيتها. وبتتحرك أشلي في الأول فعلا وهو وراها، وأثناء ما هي كانت سايقة بتحاول تتصل بأي حد لكن بتلاقي تليفونها مش شغال، فبتكمل في طريقها لحد ما عربيتها بتعطل وبتضطر تنزل من العربية عشان تصلح العطل بنفسها. فبيشوفها شخص وهي واقفة بتصلح عربيتها فبينزل عشان يساعدها، لكن الشخص ده أول ما بيشوف براين في العربية اللي وراها بيشك فيه، فبيجهز براين مسدسه عشان يخلص عليه. لكن أشلي بتصلح عربيتها وبتروح تقف جنب براين عشان ما يضربش الشخص ده بالنار، وفعلا بتخلي الشخص ده يمشي وبيدخل براين عربيته تاني وبتركب عربيتها وبتمشي. وبيروح بعد كده يركن العربية المسروقة دي في مكان بعيد، وبيروح يركب العربية اللي معاها عشان يرجعوا البيت. وفي الطريق بيقول لها ان جوزها اكيد خلص شغله وزمان ورجع البيت، فبتعترف له هنا أشلي ان جوزها ميت وان هي كانت بتكذب عليه مش اكتر، وانه مش هيبقى فيه حد في البيت. وتاني يوم بتروح كارمن لجون وبتقول له ان هم لقوا العربية المسروقة لكنهم لسه ما لقوش براين، فبيتعصب جون جدا وبيقوم يكسر في الحاجة عشان اخر فرصة ليهم انهم يلاقوا براين راحت. في نفس الوقت ده بتكون أشلي بتحضر الفطار ليها ولبراين، وبيقعدوا هما الاتنين يفطروا سوا وبيديها براين الكتاب وبيقول لها يلا كملي قراية. فبتفضل أشلي تقرا في الكتاب وبيكون سامعها، وبيكون الكتاب ده بيتكلم عن الأمل والحب في الحياة، والاتنين بيتأثروا فعلا بالكتاب ده. وبيقول لها براين ان هو عمل كل ده لانه عارف في المحكمة قبل يومين ان هو عنده ابن حديث الولادة، وكان عارف انه القاضي هيحكم عليه بحكم شديد جدا على جريمة هو مرتكبهاش، وعشان يقدر يشوف ابنه قرر يتصرف بالطريقة دي وبدأ يعيط وبيكون فعلا ندمان على اللي عمله. وبعدها بيقعد براين يتفرج على الأخبار، وبتبص أشلي في الساعة وبتعرف ان هي متأخرة على ميعاد عرض بنتها في المدرسة، وبتروح أشلي تقوله ان هي لازم تروح تشوف بنتها، بس بتلاقيه ما بيردش عليها، فبتاخد أكل في شنطتها وبتقوله ان هي هتمشي. وبتروح ناحية الباب وهنا بتلاقي براين بينادي عليها، فبتروح له فبيديها بطارية موبايلها اللي كان واخدها منها وهي ما تعرفش، وبيسيبها بعد كده تمشي. وبتمشي أشلي وهي مستغربة من اللي بيحصل ده، وبتروح لعربيتها وبتحط البطارية في تليفونها وبتاخد العربية بعد كده وبتمشي. وفي الطريق بتتصل أشلي بالنجدة وبتبلغهم ان المجرم براين موجود في شقتها، فبيتتبعوا المكالمة بتاعتها وبيطلبوا منها تفضل في مكانها وهم هيجوا ياخدوها، وانهم هيبعتوا لها مجموعة على شقتها. فبتقف أشلي على جنبه وبتنهار في العياط وبتستنى الشرطة توصل. في نفس الوقت ده بيسمع براين صوت الشرطة جايين حوالين المكان، فبيقوم ياخد مسدسه عشان يحاول يتصدى لهم. وبعدها المحقق جون بيوصل لهناك بعد ما الشرطة حصرت المكان كله، وبيفضل يسألها عن اللي حصل. ولما بيعرف منها جون ان في تليفون في الشقة بيتصل جون على التليفون ده وبيرد عليه براين، لكن اول ما بيسمع صوته بيقفل في وشه وبيبعد عن الشبابيك لانه بيشوف قناصين بره، وبيتصل بحبيبته وام ابنه، ولما ما بتردش عليه بيسيب رسالة لابنه الصغير وبيقوله ما يصدقش اي حاجة يسمعها عنه لما يكبر، وان هو كان بيحبه جدا. وبيفضل براين قاعد لحد ما جون بيخلي أشلي تحاول تقنعه في الميكروفون يسلم نفسه، فبتقوله أشلي جزء من الكلام اللي قريته من الكتاب، وهو ان الوقت لسه ما فاتش عشان يعمل الصح، وانه مهما اخطأ لسه في وقت ياخد القرار الصح ويتراجع عن الغلط، وانه الصح دلوقتي انه يسلم نفسه ويشوف ابنه. بس هو بيفضل مصمم على موقفه وما بيطلعش، فبيديله جون 30 ثانية عشان يستسلم فيهم قبل ما القوات تقتحم المكان. وفعلا بيخرج براين وبيسلم نفسه من غير اي مقاومة، فبيروح جون يشكر أشلي على مساعدتها وتعاونها معاهم. وبعدها بتشوف أشلي بنتها وهم جايين يطمنوا عليها بعد اللي شافوه في الأخبار، وبنشوف الصورة الحقيقية لأبطال الفيلم، وبنعرف انه من اليوم ده فعلا أشلي بطلت تعاطي واتجوزت بعد كده وعاشت حياة سعيدة جدا مع جوزها وبنتها وأولادها اللي خلفتهم من جوزها الجديد. أما براين فهو اتحكم عليه بالسجن المؤبد، وابنه بقى يزوره في السجن. وبس كده بيخلص الفيلم. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك واكتبوا لنا رأيكم وهرد على كل الكومنتات.